ان كل اللي بيأيدوا الشرعيه اخوان. انا بقول لهم بص بقى يا حبيبي انت وهو، لا احنا اخوان ومش هقول الجمله بتاع يشرفنا نكون اخوان ولا مش اخوان. انا راجل مستقل، رايي من دماغي وانا بقولها لكم اهو. المره الجايه القلبه الجايه بتاع الثوره ما حدش منكم هيعدي منها، اذا كان الاخوان كانوا متسامحين ولا لا يا حبيبي. ده في ناس ملايين، بقول لك اهو انت هو في ناس ملايين مستنيه اليوم ده عشان ياخدوا بطارهم وبطار اولادهم ويحققوا عدل ربنا. واللي موت بالتعذيب من عدل ربنا انه هيموت بالتعذيب. اوعى تفكر بس ان الشرطه والجيش هم اللي بيعرفوا يستخدموا ادوات التعذيب. لا، في ناس دلوقتي في ناس مئات الالاف مستعدين يستخدموا ادوات التعذيب دي عشان يجيبوا حق الناس اللي ماتت وماتت غدر وبخسه. اما اذا كنت انت بقى مؤيد للنظام لاي سبب من الاسباب، مالكش اي عذر عندي، مالكش. واذا كان عندك فرصه تتوب دلوقتي الحقها، لان ايام الانقلاب بقت معدوده. اوعى تفكر ان 5 سنين في عمر الامم ده وقت. انت بتتكلم على دوله بقى لها 8000 سنه ولا 7000 سنه. ف5 6 سنين الايام جايه، والمعرض بتاعكم مش قادر يدبر الدوله لمده سنتين، واقع سرقه وفساد وقله ادب وتجرمه. واول من هيتعك انت كمؤيد، لان اوعى تفكر ان الثوره اللي جايه بتفكر هنتسامح بقى عفى الله عما سلف. لا يا شاطر، لا يا شاطر. والدبابه عمرها ما تحميك، لان الدبابه لو كانت تقدر تحميك كانت حمت نفسها في سينا. الايام جايه وانا بقول لك فوق يا معرس، وانا بقولها لك اهو. اذا كنت مؤيد فانت معرس، انت معرس. وما فوقتش دلوقتي هيطلع ميتين اهلك اذا كانوا معرسين زيك. والايام جايه يا معرسين، وما تنسوش الكلمه دي، انا بقولها لكم يا معرسين، ايامكم جايه يا معرسين.